السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهارده، ان شاء الله الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم. مشتريات يوم السوق، وعايزه اقول لكم ان انا يعني عشت عمري كله كده. لا يعني ما كنتش، الدنيا ما كانتش ظابطه معايا قوي. صحيان البدري للسوق ده بجد لا يعني بيكلفك كتير. يعني بص، انا اول مره من يوم ما اتجوزت انزل السوق متأخر كده، وبجد ندمت ان انا يعني ما بنزلش كده على طول. يعني انا كنت دايما اقوم الساعة 7، الساعة 8 بالكتير قوي اكون في السوق. اتسوق على الساعة 9 ونص 10 اكون في البيت. لكن النهاردة حماتي قالت لي يعني ما انتش تنزلي السوق بدري، بتبقى الاسعار غالية، يعني حاولي ان انت تتأخري شوية، هتلاقي الدنيا بقت اهدى شوية. فسمعت كلامها، قلت اجرب كده انزل متأخر شوية واشوف الدنيا. لقيت لا بصراحة ما شاء الله، يعني الاسعار بتكون حلوة قوي. نزلت حوالي الساعة 10 ونص كده، لقيت بجد الأسعار يعتبر نُص سعرها بالضبط، يعني الحاجة بنُص سعرها عن الصبح. فمش عارفة ده بيبقى إيه، يعني هُم خلاص بيبقوا زهقوا بقى فبيبيعوا الحاجة بسعر مرتاح شوية، والّا ده بقى بيبقى جشع عند البياعين والّا إيه؟ بصراحة أنا مش عارفة يعني. فالمهم قُلت إيه، إن شاء الله بأمر الله أنا كده على طول، يعني هانزل بقى كده متأخر على طول، مش مهم هاتعب شوية في الحر، ولكن هاعرف إن أنا أوفّر وارجع من السوق يعني جايبة كل الحاجات اللي أنا محتاجاها، مش هيبقى ناقصني حاجة. فبجد يا بنات، لو أنتم مش بتعملوا كده جرّبوا إن أنتِ لو بتنزلي السوق بدري، لأ جرّبي إن أنتِ تتأخري شوية كده. وعايزة أقول لكم إن الحاجة بتكون موجودة، الحلوة والوحشة وكل حاجة بتكون موجودة برضه زي الصبح بالضبط. يعني عايزة أقول لِك والله بجد الحاجة أنا كنت متوقعة إن أنا هاروح مش هالاقي حاجة، لكن والله بجد السوق كان عمران الحمد لله يعني، وخير ربنا كان كتير والحاجة كانت زي الفل. الطماطم جبتها والله، والله الأسعار أنا باقول لكم بكل أمانة، يعني أنا مش هاكذب يعني في حاجة، أنا باقول لِك الأسعار بكل أمانة. الطماطم الجامدة دي جبتها الكيلو ونُص ب10، ودي طرية كده زي ما أنتم شايفين. الكيلو ونُص ب5، والله العظيم زي ما باقول لكم كده. الكيلو ونُص ب5 جنيه، بس هي سليمة وجميلة وزي الفل، ما فيش فيها أي حاجة، كل الحكاية إن هي مستطرية بس شوية. هو ناقضها من التانية دي، يعني حاطط دي على جنب ودي على جنب، وما شاء الله لا هي مثلًا مفعّصة ولا حمضانة ولا فيها أي حاجة، كل الحكاية إن هي طرية شوية بس. جِبت كيلو ونُص من اللي هي ب5 دي، قُلت إيه، وجِبت 3 كيلو من اللي هي الكيلو ونُص ب10. وبعدين قُلت إيه، يعني هاخد من دي شوية على من دي وأعملها صلصة وتكفّيني طول الأسبوع. عايزة أقول لكم إن أنا خدت كمان كيس شيلته في الفريزر، يعني لقيت الكمية ما شاء الله كبيرة، يعني أنا سِبت حوالي كيلو ونُص من الجامدة دي في التلاجة، وأخدت كيلو ونُص على الكيلو ونُص التانيين، بقى عندي 3 كيلو. عملتهم صلصة بقى كلّهم، عملتهم معاكم الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو يبقى يرجع يشوفه. وخدت منهم كيس وشِلت الباقي، قُلت هيكفّيني طول الأسبوع اللي عندي ما أنزل السوق بأمر الله الأسبوع اللي جاي. جِبت كمان الليمون الربع ب15، وجِبت البتنجان القمر ده، عايزة أقول لكم صابح وزي الفل، ما فيش فيه أي حاجة، مش زي ما باقول لكم مثلًا إن هو دبلان شوية أو كده، لأ زي ما أنتم شايفينه كده بيلمع ما شاء الله تبارك الله. الكيلو ونُص ب10 جنيه، أنا كنت باجيبه الصبح الكيلو ب10 جنيه. والطماطم دي يعني الكيلو كانوا بيبيعوها الصبح ب10 جنيه وب15 جنيه، شايفين الفرق قد إيه، يعني الفرق كبير جدًا. هو أنا عايزة أقول لكم إن الجو كان حَر أوي فعلًا، الدنيا كانت حَر، ولكن مش مهم نتعب شوية في سبيل إن إحنا نوفّر لبيوتنا، ما فيش فيها أي حاجة. البطاطس الجميلة دي بقى، عايزة أقول لكم إن دي الدرجة الأولى، اللي هي أحلى بطاطس في السوق، جميلة جدًا، جدًا، الكيلو ونُص ب10 جنيه، ما شاء الله، اللي هي أم نقطة حمرا دي أنا باحبها جدًا في التحمير، بتبقى جميلة أوي. وعوّدي نفسِك إن أنتِ لمّا تجيبي من حد مثلًا بطاطس أو أي حاجة وتطلع كويسة، يعني إيه دنِّتِك إن أنتِ تتعاملي معاه بقى على طول. يعني أنا كده دايمًا، يعني في واحد معيّن باجيب منه البطاطس مش باغيّره، يعني على طول باجيب منه، عارفة إن هو البطاطس بتاعته حلوة. جِبت اللي هي الكيلو ونُص ب10 جنيه دي، جِبت 3 كيلو ب20، وجِبت دي والله العظيم الكيلو ونُص ب5 جنيه. جِبت كيلو ونُص، قُلت إيه، باحب إن أنا أغسلها كويس وأمسكها أسلقها وأقشّرها، وبعد ما أقشّرها وهي سخنة كده أروح ضاغطة عليها بإيدي كده، وبعدين إيه، أروح محمّراها. عايزة أقول لكم إن هي بتبقى بُغاشة، بُغاشة، بتبقى طعمها في منتهى الجمال، بتبقى حلوة أوي ومقرمشة وما بتشربش زيت، وبتبقى جميلة جدًا، جدًا، جنب شوية كشري بقى أصفر، أو جنب مثلًا شوية مكرونة حمرا، أو مثلًا ممكن تعمليها كده تسلقيها وتهرسيها في بيض كده في يوم، مثلًا لو هتعملي أكل بعيش أو مثلًا للفطار، للعشا، أي حاجة. بُصّي البطاطس حلوة جدًا، جدًا، اللهم بارك، كيلو ونُص ب5 يعني جميلة أوي. لو مش الدنيا حَر وخُفت إن هي تبوظ كنت جِبت أكتر من كيلو ونُص كمان. اللهم صل على النبي. الشطيطة
او الفلفل ده ما شاء الله حلو جدا، بقالي اسبوعين انا بجيب الكيلو ونص ب10، ما شاء الله حلو جدا في منتهى الجمال، حلو قوي قوي. جبت كيلو الا ربع بس لان كان عندي كمان في التلاجة، قلت هاخد اللي في التلاجة اعمله دقة وهسيب ده بقى موجود عندي كده في التلاجة نجر منه كده جنب الاكل. نبي الشطيطة او الفلفل ده ما شاء الله حلو جدا، بقالي اسبوعين انا بجيب الكيلو ونص ب10، ما شاء الله حلو جدا في منتهى الجمال، حلو قوي قوي. جبت كيلو الا ربع بس لان كان عندي كمان في التلاجة، قلت هاخد اللي في التلاجة اعمله دقة وهسيب ده بقى موجود عندي كده في التلاجة نجر منه كده جنب الاكل او لسلطة او كده. القتة بقى اللي كنت بصوا يعني سعرها حلو قوي قوي قوي، اللهم بارك، الكيلو ب5 جنيه، ما شاء الله حلوة جدا جدا. الخيار كان ب10 وب15، الكبير ب10 والصغير ب15. فانا استرخصت القتة بصراحة، قلت حلوة يعني، هي نفس اللي بيعملوا الخيار بتعملوا القتة، فمفيش مشكلة. بس انا كنت خايفة بصراحة لا تطلع ممررة، فما رضيتش اكتر عن ال2 كيلو. بعد ما جيت البيت لقيتها سكر يا بنات، سكر كراميلا كده، فندمت بصراحة، قلت يا ريتني كنت جبت 4 كيلو. ما شاء الله حلوة جدا، ولادي بيحبوها أول ما رايحين وهم جايين كده تلاقوهم عمالين يقرقشوا منها كده، بتبقى جميلة جدا جدا ما شاء الله. والكيلو ب5 جنيه في منتهى الجمال، حلوة جدا. جبت كمان نص كيلو مكرونة اللي هي اللي حجمها الصغنن دي، قلت بقى ايه ممكن ابقى اعملها جنب البطاطس دي كده وتقضي يوم واسلق بيض ويبقى يوم ويعدي، وما شاء الله حلوة جدا. جبت كمان الاسبوع اللي فات كنت جايبة فاصوليا بيضة، الاسبوع ده جبت لوبيا الربع كيلو ب20 جنيه، والمكرونة أي نوع مكرونة الكيلو ب22 جنيه. وجبت ب5 جنيه عدس بجبة، عادة لما بكون ناوية أعمل كشري مصري بجيبه علشان خاطر العدس بجبة بيسوس بسرعة، فما برضاش ان انا اكتر منه، بجيب الخمسة ابو 5 جنيه بيكفيني المرة وخلاص. جبت نص كيلو مكرونة مشكلة زي ما انتوا شايفينها كده، انا بقول له شكل لي مثلا نص كيلو مكرونة للكشري، فبيروح يحط لي من كل شكارة شوية شوية كده، سوستة على قوقعة على مكرونة اللي هي الهلالية، من كل يعني بيحط من كل شكارة حبات حبات كده. وحط لي كمان اللي هي الحبة اللي هم الاسباجيتي، فانا بحب ان انا اكسرها كده عشان ولادي يعرفوا ياكلوا كده ما يبهدلوش نفسهم، فبروح كسراها كده ايه 3 كده 3 حتات كده. فان شاء الله فانا ناويه الاسبوع ده بامر الله ان انا هعمل كشري، وان شاء الله اعمله معاكم في الفيديو ده بامر الله، او في الفيديو اللي جاي اما نشوف كده الدنيا هتبقى عامله ايه. ان شاء الله انزله معاكم الفيديو اللي جاي. فيبقى يوم كشري، يوم مثلا بطاطس ومكرونه، يوم مثلا بتنجان وبطاطس مهروسه، يوم فراخ واي نوع خضار. فاهمين اللي هو بترتبي الاسبوع، والمشتريات دي هي اللي بتسند معاكي الاسبوع كله. اللهم صل على النبي. جبت كمان الموز، عايزه اقول لكم الموز كان ب20 جنيه يا ولاد، والله العظيم كان ب20 جنيه زي العسل. الصبح بيبيعوه ب30 وب35، فجبت كيلو ونص موز، يعني جبت كيلو ونص حق كيلو، جبت الكيلو ونص ب30 جنيه. والاناناس سعره كالعاده ال2 كيلو ب25 جنيه، زي ما بجيبه كل اسبوع، هو يعني ما مغليش ولا رخص يعني. جبت برضو دول اللهم صل على النبي كانوا 2 كيلو، الانانستين دول كانوا 2 كيلو. فما شاء الله حلو جدا، لما بيسقع كده بقى في التلاجة بيبقى طعمه زي السكر، وبيبقى حلو قوي بيرطب في الحر ده. اللهم صل على النبي. جبت عجوة، انتوا عارفين ان انا دايما بحب ان العجوة تكون موجودة عندي، العجوة بتبقى كلها حديد وحلوة جدا جدا ما شاء الله. عملتها معاكم في فطار الفيديو اللي فات بحتة سمنة بلدي كده، ريحة وطعم بتديكي طاقة وباور ومغذية جدا للولاد، بتكون حلوة قوي. وكمان حتى لو ما فطرناش منها حبيت ان انا اعمل شوية قراقيش كده او قرص بعجوة بتكون موجودة عندي. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت الاسبونشات دي، انا بحبها قوي قوي، بتنضف وحلوه جدا، اللي هي فيها حته خشنه كده او بيبقى فيها سلك، بتبقى حلوه جدا. جبت الباكت ده كده 2 مع بعض، الاتنين ب15 جنيه، حلو جدا جدا ما شاء الله يعني. بس يا رب تطلع من الحلوه، لان المره اللي فاتت لما جبتها عارفين اللي هو مسافه ما حطيتها في الميه لقيتها هبطت على طول من اول استخدام. فهو المره دي يعني انا جبتها من حد تاني وقال لي ان هي كويسه جدا، فيا رب ان شاء الله تطلع كويسه. لان خلاص يعني انا عايزه اغير الاسبونشا اللي عندي وما كانش موجود عندي، فان شاء الله تطلع حلوه. جبت اللهم صل على النبي ب5 جنيه كزبره ناشفه، لان كانت خلاص قربت تشطب من عندي، وهي ده البهار الوحيد اللي انا كنت محتاجاه. الحمد لله عندي كل البهارات، ما كنتش محتاجه حاجه تانية، فجبت كزبره بس. بصوا بقى، حبيت ان انا ايه ما اشيلش معاكم المقطع ده واطلع لكم بكل مميزاتي وعيوبي يعني عارفين اللي هو ايه، اطلع لكم بكل السلبيات والايجابيات. فانا لقيت ايه واحده بتبيع البطيخ كده، فبكام البطيخه؟ قالت لي ب10 جنيه. قلت معقول يعني بطيخه ب10 جنيه؟ طب هتفتحها لي؟ قالت لي لا، مش هي مش هتتفتح، مش مستاهله يعني، دي البطيخه ب10 جنيه.
فالمهم إيه، قُلت خلاص أنا هاجيب بطيخة وأنا وحظي بقى وأنا ورزقي وتطلع زي ما تطلع، فأنا عندي كده الطيور لو طلعت مش حمرا هارميها للطيور، يعني هاخرّطها وارميها للطيور ياكلوها، لكن لو ما عندكيش طيور ما تجازفيش، حتى لو 5 جنيه خسارة، يعني 5 جنيه هاتي بيها حاجة تستنفعي بيها أفضل. يعني أنا قُلت 10 جنيه لو يعني يا تصيب يا تخيب هاخرّطها للطيور، زي ما أنتم شايفين كده طلعت قرعة. قُلت يا خيبتِك يا ميادة، يا خيبتِك. فقُلت خلاص مش مشكلة، ما زعلتش يعني عشانها بصراحة، خرّجتها للطيور وكانوا فرحانين بيها أوي، أوي يعني، وأنا حاطّاها لهم كده كانوا عمّالين ياكلوا منها كده وفرحانين بيها، فقُلت يالّا ألف عافية على قلوبكم، ما فيش مشكلة خالص وخير، وأدينا بنتعلّم، مرّة تانية إن شاء الله مش هاعملها تاني خالص ولا هاشتريها حتى لو قالت لي البطيخة ب5 جنيه، مش هاجيبها خلاص، البطيخة تجيبيها تكسريها هناك عشان تبقي ضامنة إن أنتِ دافعة فلوسِك في حاجة مضمونة. دي كده كانت التسويقة بتاعتي النهارده، ربنا يرزقني البركة وإياكم يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، الحمد لله والشكر لله، وده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.